شركة جهة الدار البيضاء سطات في المعرض الدولي للفلاحة الدورة ديال 18. مرحبا بكم. مشاركة جهة الدار البيضاء سطات في المعرض الدولي للفلاحة كيتميز بجناح رقمي مبتكر من خلال منصات تفاعلية كتيح للزوار اكتشاف الأهم المشاريع والمؤهلات الفلاحية اللي كتسخر بها الجهة، إضافة إلى خريطة رقمية. فبنقرة وحدة كيتمكن الزائر من اكتشاف أهم المؤهلات الفلاحية اللي كتسخر بها الجهة، بل كل إقليم من أقاليم هذه الجهة. فمثلا المؤهلات الفلاحية لإقليم سطات كيتمكن الزائر من اكتشاف مؤهلات الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، خصوصا سلسلة اللحوم الحمراء، سلسلة اللحوم البيضاء والبيض، أو سلسلة الحليب. الرأي ديال الزائر تيهمنا، لذلك قمنا من خلال منصة تفاعلية لجمع اقتراحات الزوار ديالنا في إطار ما هو تحسين مستمر لمشاركة الجهة في المعرض الدولي للفلاحة. الزائر يقدر يسكاني QR كود كيمكن له من تثمين معطيات جد مهمة على المجال الفلاحي كالبحث العلمي، الاستشارة الفلاحية وغيرها، وكذلك معطيات مهمة على المنتوجات المجالية المرمزة على مستوى الجهة. فكما كتشوفوا من خلال هذا الرواق كنستعرضوا أهم المنتوجات المجالية، بالإضافة إلى أن المشاركة ديال جهة الدار البيضاء سطات كتعزز بمشاركة 33 تعاونية نشيطة في قطب المنتوجات المجالية. وحتى بالنسبه للناس اللي مهتمين بتكوين التعاونيه الفلاحيه، فيكفي انهم يسكانيو لو QR كود يقدروا يحملوا القانون الاساسي للتعاونيات والوثائق اللازمه لتكوين التعاونيات الفلاحيه. الرواق ايضا كيستعرض اهم المنتوجات الفلاحيه اللي كتسخر بها الجهه، بل كل اقاليم من اقاليم الجهه. فالجهه ما كتقتصرش فقط على الدكاله المعروفه بالقرعه الدكاليه او الشاويه، ما في كل جهه، في كل اقاليم الجهه هناك اراضي خصبه قادره على انتاج منتوجات تتم تسويقها في اسواق محليه، ومنتوجات اخرى يتم تصديرها عبر انحاء العالم. وبانسجام تام مع شعار هذه الدوره المتعلق باستدامه الانتاج الحيواني والسياده الغذائيه، الرواق كيستعرض اهم المنتوجات الفلاحيه ذات الأصل الحيواني، سواء المشتقات الحليب أو اللحوم الحمراء والبيضاء. وكما كتعرفوا جهة الدار البيضاء سطات كتعتبر القطب الاقتصادي الأول في المملكة، فهي كتمركز فيها أهم وحدات الصناعات الغذائية اللي كتوفر منتوجات متنوعة والمتوفرة في جميع أنحاء المملكة الشريفة. ومن خلال هذه المنصات الرقمية الجهة كتستعرض أهم البرامج والمشاريع الرامية لاستدامة الإنتاج الحيواني على مستوى الجهة، وكذلك تعزيز السيادة الغذائية للمملكة.